السلام عليكم متتبعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش مبروكه. اليوم جيت نشارك معكم في هذا الفيديو تفاصيل ديال التحضيرات ديال رمضان. شباكيه ديال اللوز كتجي هشيشه، كتجي غزاله في المذاق كيف ما كتشوفوا. انا بلا ماكينه بلا حتى شي حاجه، هنايا غير بالمدلك كنطلق وكندير بهذيك الجراره. كيجيو المربعات مقادين، كتجي شباكيه صغيره. شوفوا كيف الطريقه ديال التشباك، هانتوما شوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي مقاده صغيره، كتجي معلكه وما شاء الله كيجي المذاق ديالها غزال. هما المقادير، انا كاتبه لكم مقادير، فايته مشاركه معكم فيديو ديال الشباكيه بالتفاصيل كامله. انا هنايا صراحه ما شاركتش معكم جميع التفاصيل، يعني ما بغيتش نطول عليكم الفيديو. هيا من بعد ما عجنا العجينه ديالنا غنشكل كويرات ونخليهم شويه يرتاحوا كيف ما كتشوفوا بهذا الحجم. كنغطيهم بلاستيك وكنخليهم يرتاحوا شويه، وكنبقى نهز بالوحده بالوحده وكنطلق بالمدلك صافي، وكنقطع بديك الجراره، يعني كتسهل الامور. هانتوما شوفوا كيما الطريقه ديال التشباك، كيجيو مربعات صغيورين مقادين، كتجي ما شاء الله غزاله، يعني ملي داقها صراحه كتعجبو. حتى داك العسل ما شاء الله كيجي بحال غتصافي العسل الحر، كيجي غزال ما شاء الله. شوفوا معايا هنا الكميه اللي عجنت راه دارت ليا سطل كبير ديال الحلوى. حنا في هذه المرحله بدينا كنقليو، كنغطس في العسل كنخلي شي شويه ثقيل باش تشرب الحلوى مزيان، باش تشرب هاد الشباكيه، يعني باش بقى داك العسل شاد فيها، يعني من يوصل رمضان ان شاء الله تكون باقا كما هي زوينه. هنا بقات ليا واحد الكويره جيت كنقلي وسرحتها هنايا في الكوزينه. شاركت معكم ايضا تحضيرات ديال السفوف. انا هنايا هادشي غير العطريه، في نهار واحد انا حطيت شباكيه وحطيت السفوف، تعاونت انا واختي كما تتشوفوا هنايا. في هذا البانيو انا دابا باقا ما ضفتش الدقيق، يعني يلا كيتحمر. هذه غير العطريه، انا درت كيلو ونص ديال الجنجلان، كيلو مطحون مزيان، ونص كيلو غير طفتو بحال هكاك، كيلو ديال اللوز، كيلو ديال الكاوكاو، 10 دراهم ديال حبه حلاوه النافع، 10 دراهم ديال القرفه، 4 ديال تيبات ديال السكر الحاره طحنتهم مع السكر كلاصي مع سنيده، وجوج كوزات. بالنسبه للسكر انا درتو قليل، يعني ما درتش الكميه اللي كدار في كيلو ديال الدقيق. اللي بغى يدير الكميه مقاده ديال الدقيق يدير واحد تقريبا رابعه، يعني واحد 18 معلقه ديال سنيده. انا هنا درت غير 9 ديال المعالق، هو جا شويه مسوس الا صحاب الريجيم ديال السكر. هنا دابا خلطت غير المقادير، باقا ما ضفتش كما قلت لكم معايا، باقا ما ضفتش الدقيق. هنايا انا دابا ضفت الدقيق، ها هو انا كنخلط. درت واحد 30 درهم ديال الزبده، يعني ما كثرتش بزاف، 30 درهم. ضفت عليه هذاك الزيت اللي واحد شويه الزيت اللي قليت به اللوز، ولكن انا ما ضفتش هذه الكميه كامله، يعني شاط ليا منها، ما خلطتش كلشي. كيجي غزال ما شاء الله معلك. اللوز انا غير هرمشته، ودرت الدقيق الحرش، يعني صحيح الصراحه كنت بغا ندير الدقيق ديال الزرع، ما كانش متوفر عندي صافي، ودرت غير الدقيق ديال القمح
حمرته باش كيجي حرش تيجي غزال، تيجي معلك وكيجي زوين، ما كيجيش ملس. هنايا انا صورت لكم السطل ولكن جا بحال يعني ما باينش كامل، يعني بلا زواق بلا حتى شي حاجه، تحضيرات عاديين وصافي. هذا السفوف ديالنا شوف كيفاش جا، كيجي غزال بصراحه، المذاق ديالو غزال صحي. الشباكيه ديالنا من بعد ما طابت كتجي رقيقه وكتجي غزاله وهشيشه ما شاء الله. وهذا السفوف ديالنا حتى هو. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساونيش باللايك والاشتراك فضلا وليس امرا. وعواشر مبروكه ورمضان مبارك سعيد كريم.